عليكم إخواني أخواتي المتابعين والمتابعات ديالي من داخل أرض الوطن ومن خارج أرض الوطن. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال يا رب، وعواشركم مبروكة. اليوم إن شاء الله جيت بغيت نهضر لكم على القضية ديال سناء الطفلة اللي كنت حطيت القضية ديالها في القناة، اللي كنت الصراحة مقلقة في ديك الوقت، وكنت ما عاجبنيش هذاك الحكم اللي كانوا حكموا على المتهمين اللي كانوا حكموا عليهم بسنتين. الحكم اللي كان أثار غضب المغاربة، أثار غضب كبير، والجمعيات والحقوقيين كل شيء خرج كيهضر على هذه القضية، واليوتيوبرز. وشكرا لكم، شكرا لكم بزاف بزاف، لأن ملي كل شيء كيهضر يعني ولات قضية رأي عام. يعني هاد الطفلة فعلا تم في الاستئناف الحكم على المجرمين بجوج حكموا عليهم، يعني داك اللي عند في العمر ديالو 36 او 37 سنه، وولد اختو حكموا عليهم ب10 سنوات، 10 سنوات و40 ألف درهم غرامه. والمتهم الثالث اللي من نفس الدوار حكموا عليه ب20 سنة و60 ألف غرامة، لأنه تثبت بأنه هو أب الطفل ديال سناء. الخبرة تثبتت بأنه هو الأب رغم الإنكار ديالو. كما قال القاضي في الجلسة، قال لي واش الشتا كانت كتصب، كانت تمطر مني، كيفاش هاد البنت تحملات منك؟ هو كان تينكر. المهم تحيه للقاضي، تحيه كبيره ليه اللي قدر انه يدير هذا الحكم وياخذوا العقوبه. والصراحه حاجه اللي ما عجبتنيش هي ان الغرامه كانت قليله، وكنت كنتمنى ان كلهم ياخذوا 20 عام الصراحه، باش اي واحد يفكر انه يغتصب طفله او لا طفل يفكر 1000 مره. المهم الحمد لله هاد البنت كنتمنى انها تكون بخير وعلى خير، وكنتمنى انهم يوقفوا معها لانها غتكون متدمره نفسيا. كيفاش الطفله غادي تكون من الداخل هي مازال طفله، وحاليا عندها طفل وخاصو مصاريف كثيره وخاصو رعايه وخاصو بزاف وبزاف. كنتمنى ان شاء الله يوقفوا معاها وان شاء الله يكون الخير، وخاصة الدعم النفسي، خاصة تعالج نفسيا باش هاد الطفلة ما تكبرش وهي معقدة، ما تكبرش وهي عندها مشاكل نفسية. كما كنعرفوا هاد الاغتصاب راه صعيب، راه كيدمر الأطفال، كيدمرهم. راه أي طفل ولا طفلة كيمر بالاغتصاب إلا وكتكون النفسية ديالو مدمرة، كتكون النفسية ديالو كتكون خايبة، وغادي يكبر وغيوقعوا ليه بزاف ديال المشاكل. لهذا سناء راه خاصها علاج نفسي، خاصها علاج نفسي. ان شاء الله نتمنوا ليها الخير ويحيى العدل. وشكرا شكرا للقاضي اللي بت في هذه القضيه. وكنتمنى ان هاد القضايا ديال الاغتصاب يعني تكون فيهم واحد تكون واحد العقوبة مشددة باش ما يحاولش أي واحد يعاود نفس الشيء. هذا هو، جيت نهضر لكم على هذا الحكم اللي الصراحة مزيان مزيان، حسن من الأول اللي كان أثار الغضب ديال كل شيء. اللي كيشوف القناه ديالي اول مره ما تنساش انك تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد، واللايك والتعاليق، وقولوا لي رايكم في هذا الحكم. وشكرا لكم.